اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أميرة محمد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أعمل بس يا عبير؟ ما هو المشكلة إن أهلي هما اللي رافضين الخطوبة منك. أنا وقفت قدامهم، وبعد ما كنا خلاص عملنا الخطوبة وبقينا لبعض هما برضو كانوا سبب في فضها. وأنا أعمل لك إيه يعني يا عمر؟ ما أنت اللي شخصيتك ضعيفة قدام أهلك ومش عارف تمشي كلمتك عليهم. أنت لو بتحبني بجد هتعمل مستحيل عشاني. هو أنت ناسية الشرط اللي باباكي شرطه عليا المرة دي؟ ده شرط عليا إن أنا أجيب لك شقة تمليك وبعيد عن أهلي، وأنا لسه في بداية حياتي. طب أجيب أنا فلوس يعني منين لكل ده؟ ما اعرفش بقى يا عمر، بس انا شايفه ان كلامه بقى صح. ما هو اهلك مش بيحبوني وانت عارف كده كويس قوي، يبقى هتعيشني معاهم في بيت واحد ليه بقى؟ عشان هي دي ظروفي يا ست هانم، والمفروض ان انا زي ما وقفت ضد اهلي وبحاول اصلح الامور اللي ما بيننا، انك انت كمان تقفي في صفي وتحاولي تمشي الامور شويه مع اهلك. طيب يا عمر، ولاني عارفه ان انا مش هقدر اعيش مع اهلك في بيت واحد، بس هحاول تاني مع بابا. يلا انا هقوم امشي بقى دلوقتي عشان ما اتاخرش. ماشي يا حبيبتي، يلا خلي بالك من نفسك وبيطمنيني عليكي لما توصلي البيت. وبعد شويه كانت عبير وصلت البيت. اللي اخرج بره كده يا عبير؟ انت كنت فين كل ده؟ كنت قاعده شويه مع اصحابي يا بابا، ما انا قلت لك قبل ما انزل ان انا هروح اقعد معاهم. طب واصحابك كويسين؟ ايه يا بابا في ايه؟ مالك بتكلمني كده ليه؟ عشان انا عارف ان كنت بتقابلي حبيب القلب وما كنتش مع اصحابك ولا حاجه. ها وصلتوا ليه مع بعض؟ وافق يجيب الشقه اللي انا طلبتها منه ولا لا؟ يا بابا بصراحه كده يعني الطلب اللي انت طلبته منه ده طلب صعب قوي وهو مش هيقدر عليه دلوقتي. يبقى مش هيجوزك بقى ولا يطول ضفر منك. طب خلينا حتى نتجوز مؤقتا في شقته اللي في بيت العيله، وبعدين نبقى نجيب شقه بره البيت لما ربنا يفتحها علينا يعني. وانا قلت لا يعني لا. قفلي على الموضوع ده بقى واسكتي ها. ولو عرفت انك لسه بتكلميه او قابلتيه او في اي حاجه بتربطك بيه هيبقى حسابك معايا بقى انا يا ست هانم. عبير دموعها نزلت ودخلت اوضتها. ما تقساش على البت قوي كده يا ابراهيم، دي هي وعمر بيحبوا بعض قوي، بلاش تكون انت السبب يعني في التفرقه ما بينهم. بس يا ولايه انت اسكتي خالص، انا ادرى واحد بمصلحه بنتي وعارف ايه اللي هينفعها وايه اللي هيضرها، واهل الواد ده مش بيحبوها ومش هيريحوها في عيشتها. يبقى نبعد من البدايه بقى احسن ما ندخل في جواز وحمل وخلفه. طب ما يمكن ربنا يصلح حالهم معاها بعد الجواز يعني، ومحدش عالم بالحاله يوصل بينا لحد فين يا ابراهيم. وانا بقى مش هقعد في كلمه يمكن دي. انا عايزه اتجوز بنتي جوازه مرتاحه اكون مطمن عليها فيها يا سحر، مفهوم؟ وفي الاوضه كانت عبير سمع الكلام ده وبعتت رساله لعمر وكتبت له فيها: انا اسفه يا عمر، انا ما قدرتش اقنع بابا باي حاجه، كل شيء اسمه ونصيب، ربنا يوفقك مع الاحسن مني. في الوقت ده عمر قرأ الرساله وابتدى يبكي. مامته دخلت عليه الاوضه. ايه ده يا عمر؟ مالك يا حبيبي؟ انت ليه بتعيط كده؟ انتوا السبب في اللي انا فيه ده يا امي. انتوا ليه رافضين ان انا اكمل في خطوبتي مع عبير؟ انتوا عارفين انا بحبها قد ايه، ليه تعملوا معايا كده بس؟ بقول لك ايه يا عمر، البت دي مش هتنفعك، ده اهلها طالعين في العالي قوي وطلباتهم كتير يا حبيبي. اسمع مني، انا وابوك ادرى بمصلحتك يا حبيبي. يا ماما هم ما زودوش طلباتهم غير لما انتوا بقيتوا كرهكوا العبير، وهم زيهم زي اي اهل قالوا على بنتهم بسببكم. طب بس سيبك منها بقى، انا جايبه لك حته عروسه انما ايه عسل، مفيش زيها وهتعجبك على الاخر. يا ماما عروسه ايه بس دلوقتي؟ انا مش قادره انساها ولا اعدي المرحله دي ولا اعيش حياتي رغم الاختلافات الكبيره اللي ما بيننا واللي ما كانتش فارقه معايا اصلا، بس انا فعلا حبيتها وبشكل كبير، حبيتها قوي يا امي. يا واد افهم، شروط اهلها كانوا مبالغين فيها قوي، والغرض من الشروط دي انهم يكسروك او يبوظوا الموضوع ويبان بقى ان انت اللي اتخليت عنها عشان تكرهك. دي لعبه كبيره قوي من اهلها. اسمع كلامي وتعالى معايا بقى نشوف العروسه مع بعض. انا قلت لا يعني لا يا امي، انا خلاص مش شايف غيرها في حياتي، سيبيني بقى فتره كده لحد ما استوعب اللي حصل. وبعد مرور شهر كان عمر قاعد مع والده ووالدته في بيت العروسه واللي كانت اسمها مروه. انت كنت خاطب عبير بنت سحر وابراهيم مش كده؟ انت تعرفها منين؟ ايوه انا كنت خاطبها قبل كده لكن سيبنا بعض لما ما حصلش نصيب ما بيننا. اصل سحر دي تبقى اختي من الام، بس احنا علاقتنا ببعض مقطوعه من سنين طويله، لكن بنعرف اخبار بعض، وانا كنت شايفه صورتك مع صوره بنتها على الفيسبوك في خطوبتكم يعني، واول ما شفتك افتكرتك على طول. بقى الدنيا تلف بيك وما تلاقيش غير بنتي اللي تيجي تخطبها. ناديه مراتي ما تقصدش حاجه، احنا بس مستغربين وخلاص، لكن انتوا طبعا منورنا ومشرفينا وعلى عينينا وراسنا كمان. احنا ما كناش نعرف، اصل احنا سألنا على بنتكم وبصراحه بقى اتقال لنا عنها احسن كلام، عشان كده بقى جينا هنا وقلنا نتقدم لها، بس احنا ما كناش نعرف صله القرابه دي. على العموم يا جماعه خلي العريس والعروسه يقعدوا مع بعض، واصلا صله القرابه دي مش هتاثر في حاجه، احنا كده ولا كده مش بنتكلم مع بعض قوي يعني. وفعلا عمر قعد مع مروه ووقتها هي قالت له: هو انت فعلا جيت اتقدمت لي وانت ما تعرفش صله القرابه ما بيننا يا عمر، ولا انت بقى عارف وجاي مخصوص عشان تغيظ خطيبتك الاولى؟ ايه الكلام ده؟ لا طبعا، احنا عقلي مش صغير للدرجه دي يعني، انا فعلا ما كنتش عارف انكم تبقوا قرايب غير دلوقتي، بس يلا بقى حصل خير. لكن قولي لي بقى، انت فعلا مالكيش علاقه خالص بعبير ولا لكم علاقه ببعض خالص يعني من بعيد لبعيد بس؟ طب احنا بقى نبتدي اسئله صح؟
طب من بدايه كده لو انت هتبقى علاقتك بيا تفضل تسالني عنها، يبقى تقوم تاخد اهلك كده وتمشي من انا احسن. ايه الاسلوب ده وايه الطريقه دي في الكلام؟ انا جاي هنا عشان اتقدم لك، وبسالك عشان بس اكون عارف مدى علاقتكم ببعض قد ايه، واخد حذر يعني. طب على العموم احنا ملناش علاقه ببعض، زي ما تقول كده بنتكلم من السنه للسنه، ده لو اتكلمنا اصلا. طب كويس قوي الكلام ده، طمنتيني. اقصد يعني طمنت ان كده مش هيحصل مشاكل بسببها، ولا انت بقى تغيري منها ولا هي حتى تغير منك. لا انا اصلا بطبعي مش غيوره خالص. المهم انتوا سبتوا بعض ليه بقى؟ هو احنا نبتديها ولا ايه؟ طب بصي في البدايه كده مش من حقك تعرفي اسباب، انا قلت لك ان ما حصلش نصيب وخلاص. طيب خلاص ما تتحميش قوي كده، ده انت شكلك كنت بتحبها قوي. هنرجع من تاني بقى للف ودوران، انا بقول احسن اقوم امشي. طب خلاص ده انت شكلك حماية قوي وقفوش، وعشان كده هي سابتك صح؟ يو بقى انا عارف ان احنا مش هنخلص النهارده، بقول لك ايه، اقلبي عن السيره دي بدل ما اقوم بقى اخد اهلي وامشي. ومروه فضلت طول القعده على الوضع ده، وعشان كده لما عمر رجع البيت مع اهله وسالوه عن رايه فيها، دي بنت زنانه بشكل وعنيده لازم توصل اللي في دماغها في الاخر. بقول لكم ايه، انا بصراحه كده لسه ما اتخطيتش عبير، ومش حابب بقى ادخل في علاقه خصوصا بقى مع حد من قرايبها، عشان اكيد هتفتكر ان انا بعند معاها، واحنا بقى هنفضل قاعدين كده ومستنيين ست عبير هنا بتفتكر ولا ما تفتكرش ولا ايه؟ بكره يا حبي هي كمان تروح وتتخطب وتشوف حالها، ما توقفش حياتك بقى يا خايب، ما تقول لابنك حاجه يا صالح. كلام امك صح يا عمر، شوف حياتك، وده نسب يشرف، ده ابوه وامها ما شاء الله عليهم كويسين جدا وكمان ولاد ناس، وحتى البت هي كمان الكل بيحلب بأدبها واخلاقها. يا بابا انا مش عايزه اخطبها، دي بنت رغايه قوي. هتخطبها يعني هتخطبها يا عمر، وهتتجوزها كمان، انت مش هتسيب نفسك كده لحد ما تبور زي البنات، الموضوع خلص خلاص وانتهى. اما في الوقت ده فكانت مروه بتقول لهم ده واحد قفل قوي وبيطلع الكلمه من بقه بالعافيه، انتوا عايزين تجوزوني واحد زي ده؟ يا اختي هتتجوزيه يعني هتتجوزيه، وفيها ايه يعني؟ قفل بس سمعته كويسه واهله كمان مستواهم الاجتماعي كويس. ايوه بس احنا طلع في ما بينا قرابه، وانا خايفه بصراحه احسن تاثر على علاقتي بيه في المستقبل. لا يا حبيبتي مفيش حاجه هتاثر عليكي، اصلا دي صله قرابه من بعيد لبعيد. بقول لك ايه، انت هتتجوزيه يعني هتتجوزيه، مفيش حاجه زي دي هتمنعك من الجواز منه. وبعد فتره بسيطه كانت صور خطوبه عمر ومروه ماليه اكاونت مروه، واللي شافتها كانت هي عبير، واللي فضلت تعيط ان انت يا عمر ما لقيتش غير مروه وتروح تخطبها. قالوا انا اللي كنت بحبك، انا خلاص كرهتك يا عمر وما بقتش عايزه اعرفك تاني. وتاني يوم هي يا بنتي مش ده عمر برضو اللي كنت طالعانا بيه السما؟ اهو راح لاقرب واحده ليكي وخطبها عشان يغيظك. اروح يا بابا تقفل معايا الموضوع ده، عمر اصلا كله على بعضه ما بقاش فارق معايا من بعد ما احنا سيبنا بعض، وبعدين كل واحد حر في تصرفاته، هو حر يعمل اللي هو عايزه. عشان تعرفي بس ان انا ليا نظره في الناس، ونظرتي ما بتخيبش ابدا، انا من البدايه ما كنتش مرتاح الواد ده. خلاص بقى يا بابا ارجوك بلاش تفتح معايا الموضوع ده كان موضوع وراح لحاله خلاص وانتهى. وعبير دخلت اوضتها وهي متضايقه جدا، لقيت مروه بترن عليها. ازيك يا بيرو يا حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني قوي. ازيك يا مروه انت اللي عامله ايه؟ انا تمام يا حبيبتي، والف مبروك على الخطوبه. الله يبارك فيك يا قلبي. انتم السابقون ونحن اللاحقون، يلا عقبالك. ايوه قريب قوي ان شاء الله هتسمعي احلى خبر. ايه ده بجد؟ هو انت كمان هتتخطبي؟ ده انتوا عندكم بقى موف اون بسرعه قوي. ايوه امال ايه، ده احنا اكتر ناس بتعمل موف اون وبسرعه جدا، يلا عقبالك لما تعملي ما تسيبي بعض ان شاء الله. هو انت بتتمنى لنا الشر في وشنا كده عادي؟ لا 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 طبعا ما اقدرش، ودي تيجي برضو اتمنى لكم الشر ازاي بس؟ ده انا حتى بحبك قوي يا مروه، يا زي ما اخترتي والله يا حبيبتي. هو انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ هو عمر في عيوب مستخبيه ولا حاجه؟ لا ما اقدرش اتكلم، احسن تفتكري اني بوقع ما بينكم ولا حاجه. يلا انا هسيبك بقى عشان تكتشفي براحتك مع الايام، سلام يا عمري. عبير قفلت الخط في وش مروه وفضلت تتنطط. شوفي المستفزه اللي جايه تغيظني وتضايقني، انا بجد بكرهها قوي. ماشي يا عمر انت ومروه، والله لازم اوريكم بقى. وعبير حطت ستوري على الواتساب وعملت استثناء لكل اللي عندها ما عدا عمر ومروه، ونزلت فيها صور ايد 2 مخطوبين وكتبت عليها الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مروه وعمر شافوا الستوري في نفس اللحظه، وعبير ابتسمت بمكر. بس كده خلاص تم الهدف بنجاح، اما نشوف بقى انت هتعمل ايه يا سي عمر انت والصنيره بتاعتك دي. وفعلا عبير اتفاجئت باتصال جاي لها من عمر. ازيك يا عبير عامله ايه؟ الف مبروك على الخطوبه. الله يبارك فيك يا عمر، الف مبروك ليك انت كمان. امال ايه بقى اللي مش هقدر اعيش من غيرك يا عمر، وانا بحبك يا عمر، والكلام الكتير قوي اللي كنت بتقوليه ده. ما انا لقيتك بقى خطبت ومش فارق معاك حاجه، فقلت وانا يفرق معايا ليه بقى؟ المهم انت ايه اللي مضايقك يعني في ان انا اتخطبت؟ انا مش متضايقه ولا حاجه، انا قلت اكلمك ابارك لك، احنا 10 برضو. بس هو مين ده بقى اللي انت اتخطبتي له؟ لا ده واحد انت ما تعرفوش، مش حد من قرايبك ولا حاجه، اظن انت فاهمني كويس قوي يا عمر.
صدقني يا عبير، انا ما عرفتش ان مروه تبقى قريبتك غير وانا بتقدم لها والله. حتى انا ما كنتش موافق ان انا اخطبها لما عرفت انها قريبتك. بس يعني بس ايه؟ سكت ليه؟ باباك ومامتك اتحكموا في حياتك كالعاده وقالوا لك بقى يا اما دي يا اما بلاش، صح؟ يا عبير ارجوكي افهميني، انا بس كانت كل مشكلتي معاكم هي ان انا مش معايا فلوس اجيب شقه بره بيت العيله. طيب يا عمر، احنا مش في الكلام ده دلوقتي. على العموم انت خلاص بقيت راجل خاطب، وانا كمان واحده مخطوبه، ومكالمتنا اصلا دلوقتي ما تنفعش مع بعض. طب بس استني يا عبير، ما تقفليش، انا بحبك قوي وما اقدرش استغنى عنك. والله انا مش لاقي نفسي خالص مع اللي اسمها مروه دي، انا ما حبيتش غيرك في حياتي كلها. ارجوك بقى يا عمر تقفل، انا مش عايزه يبقى ليا اي ذنب ولا اخون خطيبي. يلا مع السلامه. عبير قفلت معاه وابتسمت بمكر. والله العظيم ما انا سايباكم غير لما افرق ما بينكم. بقى كده يعني ابوك وامك رايحين يخطبوا لك قريبتي اللي جايه تغيظني دلوقتي بيك؟ طب اصبروا عليا بس انا هوريكم. وتاني يوم كان عمر قاعد مع مروه وبيقول لها بصراحه كده يا مروه، انا حاسس ان انا اتسرعت في الخطوبه دي. انا مش حابب اكمل معاكي، بس انا بقى عايزك تقولي ان العيب منك وانك انت اللي مش حباني. ايه الكلام ده يا عمر؟ ليه طيب؟ هو انا كنت زعلتك في حاجه؟ لا يا مروه، ما زعلتنيش في اي حاجه، بس بصراحه كده انا مش مستقر في علاقتي بيكي وحاسس كده ان احنا مش شبه بعض خالص. ايوه بس انا كمان مش هينفع اقول لاهلي ان انا اللي عايزه اسيبك، هم مش هيوافقوا بحاجه زي دي ابدا. ولا انا كمان هينفع اقول لاهلي. هنعمل ايه احنا بقى في المشكله دي دلوقتي؟ طب بس اصبر شويه يا عمر، هو احنا كنا لحقنا يعني نعرف بعض؟ يمكن بعد كده نعرف طباع بعض ونحب بعض. يوه طيب يا مروه، انا اقوم امشي دلوقتي. مشي وسابها، ومروه فضلت تلوم في نفسها. هو ايه اللي انا عملته امبارح ده؟ ده يحسن تكون عبير راحت وقالت له ان انا كلمتها وعشان كده بقى هو متضايق مني. يا رب استر يا رب. عدى شهر وعمر وعبير كل يوم بيتكلموا، لحد ما في يوم انت كل يوم بترن عليا برضه يا عمر وانا بقفل الخط في وشك، وتفضل ترن تاني لحد ما بضطر افتح المكالمه. انت عايز مني ايه بالظبط بقى؟ هو انت مش خاطب؟ ما انا قلت لك كذا مره ان انا مش بحب خطيبتي ومش عايزه اكمل معاها، بس هعمل ايه بقى لابويا وامي؟ مش راضيين يخلوني اسيبها. ما هو طول ما انت ماشي ورا ابوك وامك انا مش هبقى من نصيبك. ايه رايك بقى لو تاخد من خطيبتك الدهب بعد ما تسيبها وتبيعه وتكمل على ثمنه وتجيب بيه شقه صغيره على قدنا؟ والله انا ما عنديش مانع، بس اعرف اسيبها بس احسن، دي لازقه فيا لازقه سودا. طب واللي يخليك بقى تسيبها؟ تعمل ايه؟ ده انا جايب له الدنيا كلها وعامل له كل اللي يطلبه مني. طيب اصبر بقى على اللي انا هعمله وهخليك تشوف بنفسك انا اقدر اعمل ايه. وعبير بعتت رسائل لمروه على الواتساب بسكرين شوت بكل المكالمات اللي بينها هي وعمر، وكتبت لها اعتقد يا مروه ان مفيش اي دليل واضح اكتر من كده ان خطيبك لسه بيحبني وهو اللي بيجري ورايا وهو اللي بيزن عليا وبيرن عليا زي ما انت شايفه كده. يا ريت بقى تسيبيه بكرامتك. مروه طبعا اتعصبت جدا وراحت حكي كل حاجه لوالدها ووالدتها، لكن والدها قال لها ما يمكن عبير يا بنتي هي اللي بتعمل كل ده عشان توقع ما بينكم، ويمكن الحاجات دي تبقى متفبركه. لا يا بابا، فعلا هو عايز يسيبني بقاله فتره وانا اللي كنت ماسكه فيه، بس انا كنت غلطانه. انا عايزه اسيبه يا بابا، مستحيل اكمل معاه. ايوه انا عارفاها، عبير بنت سحر ما بتلمش نفسها ابدا، عايزه تعمل اي مشاكل وخلاص. بس انت اللي غلطانه يا مروه، لما هو عايز يسيبك ماسكه فيه ليه؟ خليه يغور في 60 داهيه يا حبيبتي، يروح كلبه ويجي غيره. بس خلاص انا هرمي له دهبه وحاجته كلها ويغور بقى في 60 داهيه. وفعلا احمد رن على عمر. بقول لك ايه يا احمد، انا بنتي مش عايزه اكمل معاك، تعال خد حاجتك وبلغ اهلك بالكلام ده. طيب يا عم مفيش مشكله، نص ساعه اكون عندكم. وفعلا عمر راح هناك عندهم واخد كل حاجه من والد مروه وراح باع الذهب وعلى طول اشترى شقه صغيره، وبعد كل ده راح لاهله. مش هتباركولي ولا ايه؟ مش انا اشتريت شقه جديده؟ ها وجبت فلوسها منين بقى يا حسره؟ هو انت حالتك حاجه اصلا؟ انت جاي تهزر معانا ولا ايه واد انت؟ لا انا مش بهزر معاكم ولا حاجه، انا بتكلم جد. وادي عقد الشقه اهو. اصلا انا ومروه سيبنا بعض لان هي مش مرتاحه معايا واشتكت لاهلها، وابوها كلمني وقال لي تعالى خد ذهبك، فانا بقى خدت الذهب واشتريت بفلوسه شقه وكمان كملت عليهم. وانت ازاي تعمل حاجه زي دي من غير ما تاخد راينا؟ هو انت مالكش كبير ولا ايه؟ لا يا بابا ليه يا كبير، بس انتوا بقى اللي مش عايزين تجوزوني اللي انا بحبها، فانا عشان كده قررت اعمل اللي في دماغي وبس. انا اروح اتقدم لعبير تاني يا بابا، عايزين تيجوا معايا تعالوا، مش عايزين براحتكم بقى. انا خلاص جبت الشقه واهلها ان شاء الله هيوافقوا عليا. يا ابني بس برضو البت دي ما تنفعكش، واهلها ناس متحكمين ومش هترضى بعيشتك ولا هترضى بقليله. والله بقى يا بابا ده اختياري انا، وهي بتحبني وشارياني، ومروه هي اللي رفضتني، يبقى انا بقى اروح للي هي بتحبني واللي انا بحبها. سلام. وفعلا عمر راح اتقدم لعبير وكان والدها رافض جدا الموضوع. بقول لك ايه يا ابني، هو انت مش رحت خطبت قريبتنا من قريب؟ انت عايز تلف على العيله كلها وبعدين تبقى ترجع لبنتي ولا ايه؟ يا عمي الموضوع مش كده والله، بس انا كنت سبت عبير لان ما كنتش قادره اجيب شقه، ودلوقتي اهو الحمد لله جبتها، وانا ما اتفقتش مع قريبتكم دي، والخطوبه ما طولتش، ده هو كان شهر واحد بس. طيب وانا ايه اللي يضمنني بقى انك مش هتيجي تسيب بنتي بعد كده؟ انت واحد خلاص ما بقاش ليك امان.
يا عم انا جبت الشقه اللي انتوا طلبتوها مني، اعمل ايه بس زياده عن كده؟ ارجوك يا عمي تجوزني عبير، لان انا بحبها ومش هقدر اعيش من غيرها. طب وانت جاي لوحدك ليه يا ابني؟ ليه جاي من غير اهلك؟ مش المفروض يعني اهلك يجوا معاك في وقت زي ده؟ ولا هم لسه مش بيحبوا بنتي ومش عايزين يخطبوها لك؟ حتى لو الموضوع زي ما حضرتك بتقول كده، انا اعتمدت على نفسي خلاص وجبت الشقه، يبقى كده اقدر اكمل باقي حياتي مع بنتك ومن غير ما نحتاج لاي حد. ارجوك يا عمي بقى وافق. طيب يا ابني سيبني بس افكر في الموضوع ده وانا برد عليك بعدين. عمر مشي ووالد عبير كان متوتر جدا، مش عارف يوافق ولا يرفض. ارجوك يا بابا توافق بقى، انا بحب عمر وهو كمان بيحبني، ارجوك يا بابا ما تفرقناش عن بعض. طيب يا حبيبتي خلاص، ولو اني يعني مقلق من اهله، بس طالما الولد بيحبك وشريكي وعمل اللي احنا طالبينه منه يبقى خلاص اتجوزيه. وعبير وعمر اتجوزوا، وكل ده طبعا كان مش بموافقه اهله، لكن هما لما شافوه متمسك قوي كده بعبير، وكمان عبير استحملته في بدايه جوازهم لما ما كانش معاهم فلوس، وحتى ما جابلاش دهب في الخطوبه، اضطروا بقى اهله انهم يقبلوا بالامر الواقع وراحوا صلحوا غلطتهم مع ابنهم. ما تزعلوش مننا يا ولاد، انا عارف يا ابني انك زعلان مني وانت كمان زعلانه مني يا عبير، بس احنا فعلا وجهه نظرنا اتغيرت قوي في عبير من بعد ما اتحملت ظروفك كلها يا عمر. خلاص يا بابا اللي حصل حصل، وانتوا اهلي وانا لازم اسامحكم مع ما حصل، ولو انكم يعني سببتوا لنا معاناه كبيره يا عمي، لكن خلاص بقى على رأي عمر انتوا فعلا اهلنا واحنا لازم نسامحكم. انا خلاص مش زعلانه منكم خالص، المهم ان انا وعمر بقينا دلوقتي مع بعض. ربنا يخليكم لبعض يا بنتي. ولحد هنا خلصت القصه خالص، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.